برازيلي واسمر رقصوا سامبا، حاجه كده صغيره لعبت الدنيا النهارده في الماتش نادي الزمالك يا جماعه. وفعلا كان الشعار بتاعهم في الشوط الاول برازيلي اصلي جايبين برازيلي اصلي فعلا من فتره طويله جدا. مش مفيش برازيلي دخل غير بفكك من كينو بتاع بيراميدز. مفيش برازيلي نزل فعلا جه في الدوري المصري بالكواليتي ده ولسه صغير. طبعا الزمالك عاملينه الليله، ده رافينيا الدوري المصري، ده مش عارف ايه يا هنانا يا سعدنا، الفينا عندنا. لا يا جماعه، فعلا الولا لعيب، الولد دي صغير، الولد بيعدي من اي حد، الولد صغير وحجمه بيعدي، هو ماشي. لا وهو اصلا هو بتاع، انا قلت لكم يا جماعه في الحلقه في حلقات سابقه، ده بتاع حكايات. لسه اول ما في الاول بس بيلم مش عارف ايه، يلا وجمهوره بيشجع مش كده. جاب الجون طبعا من هنا والولد مبسوط من هنا، قلع اكنه ابن النادي، قلع التيشيرت وراح يحتفل مع نادي الزمالك ومش عارف ايه. وطبعا الزمالك طبعا تفوز على مودرن، واسمعوا بقى السياح بقى، يعني غير 2000 اللي هيطلعوا بقى بالسما بقى، واحنا زيزو واحنا عندنا الفينا واحنا وكلام كتير جدا طبعا يتكلموا عليه. اسمع بقى يا باشا، احنا كسبنا لكم مودرن، اللي مش عاجبكم واللي هيجي يكسبكم احنا ناخدوا حقكم. بصوا، هنسمع اسطوانة جميلة جدا الايام اللي جاية. طبعا هم خلاص هيتصدروا الدوري فرق اهداف مع النادي المصري، وفي طبعا المطوشة بدأت تحلو، بقى في منافسة، بقى في لعب شوية. اه نادي الزمالك النهارده الصراحة قدم ماتش كويس، كرة هجومية، كان عامل ضغط، في كلام كتير هنتكلموا عليه. آه بس يعني قضية دباغ بعيد جدا، في ناس بعيدة جدا يا جماعة. برضو هنتكلم النهاردة في حلقة انتظروها، حلقة جامدة جدا فيها تقييم اللعيبة كلها، كلام كتير عن التشكيل، كل الكلام ده هنتكلموا عليه. انتظروني ان شاء الله في حلقة اليوتيوب كمان شوية.